السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم خطير جدا يحدث فيه قمر جديد، ولادة قمر جديد في برج الحوت. وهنا نتحدث عن يوم من الأيام اللي دائما نذكرها وناخدها كمثال ان احنا ناخد بالنا من تصرفاتنا، ناخد بالنا ونقرب من ربنا، نحاول ان احنا ندعي، نحاول ان احنا نعمل اي شيء خير. الفترة صعبة على البعض وفترة كويسة على البعض، لكن هي طاقة واحدة وتغيرات كل برج على حسب تواجد هذا القمر الجديد بالنسبة له. هنقول الأبراج، طبعا هنقول توقعات جميع الأبراج في هذا اليوم يوم 10، وهنقول الأبراج الأكثر حظا والأبراج الأقل حظا، ونشرح بعد كده جميع الأبراج اللي ممكن يحصل. الأبراج الأكثر حظا خلال هذا اليوم يوم القمر الجديد برج الحوت وبرج السرطان وبرج العقرب. وهقول ايه اللي ممكن يحدث لكن مع بعض التحذيرات. لكن الأبراج الأكثر حذرا لو تسرعوا برج الحمل وبرج الميزان. تاني، برج الحمل وبرج الميزان. برضو في برج من الممكن أن يستغل استغلال رائع وهو برج الدلو. هتكون من أكثر الأبراج حظا في الأمور المالية لو استغلت اليوم بطريقة صحيحة. ندخل ونقول توقعات جميع الأبراج ونقول إيه اللي ممكن يحصل خلال هذا اليوم المنتظر. لكن تنويه كده الناس اللي بتتابعنا، اشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. انت لو حابب ان انت تشوفنا تاني او حابب ان انت تشوف الحقيقة اللي عايز قراءة خاصة، بعمل القراءة مكالمة مباشرة. طبعا الرقم مكتوب على عنوان الحلقة. ونبدأ في حلقة مهمة، وماذا يحدث يوم 10 وأهمية هذا اليوم يوم 10 مارس 2024. ونبدأ دائما بنبدأ بحبايبي برج الحمل. برج الحمل أنت من أخطر الأبراج اللي ممكن يحدث معهم انقلابات وتغييرات نتيجة لانتقال هذا الحدث الهام والقمر في برج الحوت وقمر جديد. وهنا أمر جديد يحدث لك في حياتك، كل شخص على حسب خط سير حياته في جميع شؤون حياتكم. يعني هذا البيت ال 12 ده من أصعب البيوت، يمثل الرغبات اللي مش عارف توصل لها، يمثل الأمور التي عذبتك نفسيا، المشاكل السابقة، العلاقات السيئة، الخسائر اللي انت بتمر بيها، التوترات. نحذر خلال اليوم من ان حدث جلل من الممكن ان يحدث او يحدث منك قرار مصيري لا نتسرع في اتخاذه حتى لا نندم بعد ذلك. نحاول ان احنا نكون هادي. ناتي الى برج الثور. قمر جديد ينشأ عندك في بيتك ال11 وانت من الشخصيات التي سيحدث معها علاقة جديدة. فترة مع حبايب برج الثور نحذر من الانجراف لعلاقات لا تناسبنا، لأنك على وشك فترة صاخبة أو بداية من هذا اليوم فترة صاخبة وتغيير نظرتك لعلاقاتك أو الدائرة المقربة. عندك انقلاب على البعض وعندك علاقات جديدة. بالمختصر كده أنت في مرحلة حاسمة لعلاقاتك، من الممكن أن تنقلب على البعض، من الممكن أن تبدأ علاقات. فترة ناخد بالنا من اختياراتنا، لأن اختيارك خلال هذا اليوم أو بداية من هذا اليوم من الممكن أن يمتد معك لفترات طويلة. برج الجوزاء. حبايبي برج الجوزاء، نحذر على سمعتنا، منظرنا، مظهرنا. لكن أنت من أكثر الأبراج اللي هتلقط الصورة، يعني الناس هتلقط لك الصورة كده، هيبقى العين عليك قوي. هتنشأ عندك حدث جديد، فكرة جديدة، نظرة جديدة، ستايل جديد من الممكن أن تبدأ فيه، في ستايلك، في فكرك، في طريقتك، لغتك، تعبيراتك، الشخصيات اللي ممكن تتعامل معاها. نظرة الناس لك هتختلف كثيرا لأنك هتكون مختلف. مرحلة أشبه بالتمرد، أو مرحلة أشبه بأنك هتكون غير المعتاد، هتكون يعني، وده اصلا الفتره تناسب افكارك لانك دايما غير المعتاد وبتفكر خارج نطاق الصندوق المعتاد او اللي الناس بتفكر فيه. انت دايما ليك طريق مختلف، وهذا اليوم هيبدا عندك طريق جديد، علاقه جديده، وهيبقى رغم انف الجميع من حولك هتفرض اختياراتك. برج السرطان. حبايبي برج السرطان، انت من اكثر
الأبراج حظا. برج السرطان أنت من أكثر الأبراج حظا نتيجة للقمر الجديد في بيتك التاسع، ده بيت الحظ الكبير. أنت الأكثر حظا، أو بداية حظ الأمر ما، مشروع ما، علاقة ما، فترة رائعة. جديد يحدث لك يصنع معك فارق، جديد يحدث معك يجعلك في المقدمة. مشروع جديد، علاقة جديدة من وراها مشروع، يعني علاقة في أمور مالية الاتنين مع بعض. حد ممكن ينفعك خلال فترة قادمة، بس الجديد هو عنوانك. وأيضا النجاح، فترة تشهد على نجاح كبير جدا وفترة رائعة استغلوها. فهذا التواجد للقمر بقمر المكتمل في يوم 10 في بيتك التاسع ستكون من أكثر المحظوظين. نأتي إلى برج الأسد. برج الأسد خلال الفترة هتعمل، يعني أنا حتى بقول لك فترة، أنت بقالك مرحلة كده في انقلاب، بتنقلب على الناس اللي حواليك، في تغييرات. اليوم ده يتأكد هذا التغير بلا رجعة للأبد، لأن البيت الثامن هو بيت الغموض، وقمر جديد في هذا البيت يمثل لك إنهاء الغموض والعك والقرف. يعني عندك كده شبه هنقول إنهاء لكل شيء مرار، وفترة بتفكر بعقلانية شديدة تحسد عليها، ومرحلة سيكون العقل هو المتحكم مش القلب. جديد خطير ينشأ في حياة حبايب برج الأسد. برج العذراء أنت من أكثر الأبراج اللي تاخد بالها خلال المرحلة. هتكلم بصراحة ووضوح وهقول ليه بالظبط حبايبي برج العذراء. طبعا إلى جانب البرجين الآخرين، لكن فترة حساسة بيحدث فيها بداية، عشان أكون واضح وصريح، بداية للتأكد من الشكوك. وأكون صريح أكتر، الفترة فيها اختبار شديد للعلاقات السيئة، أو مش العلاقات السيئة، العلاقات اللي ملهاش أساس. يعني مرحلة الكثير منكم يضع النقاط على الحروف بالنسبة للعلاقات العاطفية أو لشركاء الحياة أو للشركاء اللي معاهم في العمل، الناس اللي بتشوفهم بصفة يومية، خاصة شريك الحياة. فترة حساسة جدا، لكن على الجانب الآخر فترة رائعة جدا، فترة رائعة جدا. يا بداية تصفية الأجواء، بداية علاقة جديدة رائعة، بدايات رائعة. لكن الشخصيات الأصعب أو الفترة الأصعب بتمر على الشخصيات اللي عندها مشكلة حقيقية في العاطفة، وهي فترة حسم كبير للعلاقات اللي لازم يحدث فيها الحسم. ده بالنسبة لحبايب برج العذراء. برج الميزان وأنت من أكثر الأبراج اللي لازم تحذر، لكن لو أخدت بالك بنسبة بسيطة هتعدي الأمور. ليه؟ هذا القمر الجديد في بيتك السادس وبيت الصحة. أنا مش بتكلم على العمل، أنا بتكلم على الصحة. حبايب برج الميزان خلال الفترة نحذر كثيرا من الأمور الصحية. لو حدث أمر ما عارض ناخد بالنا ونعرف إن ده زي إنذار كده لده. لكن بالنسبة للعمل الفترة يحدث جديد، بالنسبة للعمل مشروع جديد، أمر جديد من الممكن أن يساعدك، نجاح عند البعض. لكن أنا بقول لك ليه الصحة؟ لأن ده بيت الصحة وقمر جديد ينشأ أمر جديد عارض، خاصة إنك يا برج الميزان من الأبراج اللي برج زي ما بنقول عليها برجها خفيف. فناخد بالنا يا جماعة خلال اليوم. برج العقرب أنت من أكثر المحظوظين نتيجة لهذا القمر الجديد في بيتك الخامس. ده بيت المال والحب يا جماعة، أنتوا عايزين إيه؟ بيت المال وبيت العلاقات. فترة رائعة جدا جدا جدا، فترة من الفترات التي تؤثر كثيرا عليكم بالنسبة للأمور العاطفية. مستجدات رائعة، انفراجة مالية أيضا عند البعض. فترة تشهد على بدايات رائعة بالنسبة لعلاقات جديدة. فترة انفراجة في النفسية، فترة عودة للثقة وبشرة خير لحبايبي برج العقرب. هذا يوم رائع بالنسبة لكم. برج القوس، حبايبي برج القوس، وهنا نتحدث عن فترة يعني نوعا ما لن تكون بالسهلة، لن تكون بالسهلة. لستم من أكثر الأبراج هنقول سوءا في الحظ، لكن من أكثر الأبراج ناخد بالنا من تعبيراتنا، من طريقتنا، من اختياراتنا، من
اسلوبنا اللي على قلبك خلال اليوم هيكون على لسانك، خاصه مع الدائره المقربه. لكن الرائع هو انفراجه ماليه، يعني هي فترة تشهد على نوع ما توتر مع الدائرة المقربة، لكن الأمر الرائع هي الانفراجة المالية. كن شاطر في أمر مالي ما، انفراجة تتعلق بالأمور المالية. وخدوا بالكم حتى لو حدث صراحة نوعا ما مع الدائرة المقربة هيكون عندك حق، لأنك لن تستطيع أن تخفي ما بداخلك، ودي طاقة اليوم. نحذر من أسلوبنا وطريقتنا، لكن بشرة خير بالنسبة لأمر مالي إن شاء الله رائع بالنسبة لكم حبايبي برج القوس. برج الجدي، حبايبي برج الجدي، هي فترة من الفترات اللي فيها راحة نفسية، وفترة من الفترات التي تجد فيها الدعم، تجد فيها هنقول الراحة. برج الجدي أنت من أكثر الأبراج تشعر بتناغم خلال هذا اليوم، في تناغم في الفترة، يعني المرحلة تشعر ان في تناغم في المرحلة، في تناغم في الطاقة، في إيجابية، في الناس اللي حواليك فاهمينك، بيدوك القيمة اللي انت دايما بتحبها اللي هو وضعك الطبيعي. ايضا في تصالح خلال المرحلة مع الدائرة المقربة لو في مشاكل، وفترة حلوة جدا انك تفرض رأي او تفتح موضوع او ان انت تصنع اي شيء عايز تريده، وهتجد الدعم من الاخرين. وبشرة خير لحبايبي برج الجدي. بالنسبة لبرج الدلو، انا قلت في البداية ان انت من الابراج الاكثر حظا، او من الابراج اللي فيها او عندها حظوظ لو استغلت الفتره. بالنسبه للامور الماليه عندك امر مالي جديد، قمر جديد في بيت المال يصنع معك سعاده ماليه، يصنع معك بدايه شراكه كمثال، يصنع معك بدايه فكره من الممكن ان تدر منها المال، او حلول لمشكله ماليه معقده بالنسبه لك. امر جديد ينشا وامر رائع، امر جديد ينشا وامر رائع، وفتره يحدث فيها حتى التصالح لو في مشكله بالنسبه التي تتعلق بالمال. وبشرة خير. برج الحوت انت العريس، فتره هتهيص، المرحله بتقول لك اعمل ما بدالك، فالفتره من اكثر الفترات التي تاتي ثمارها معك. انت من اكثر المحظوظين، انت من اكثر الشخصيات التي ستكون لافته للنظر، خاصه بتلك التوليفه الكوكبيه. خدوا بالكم في توزيعه كوكبيه رائعه جدا حتى بدايه من يوم 11 وانتقال الزهرة، وأيضا الشمس المتواجد في برجكم. فترة من الفترات التي تسعدوا فيها كثيرا، وأنا بقول ال10 أيام الجايين هي فترة تعويضية ليكم عن اللي أنتوا شفتوه قبل كده، خاصة من العام اللي فات. وببشر بالخير، وعريس المرحلة هو برج الحوت. هعيد تاني التنويه، الناس اللي بتتابعنا اشترك وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. اللي عايز قراءة خاصة بعمل القراءة مكالمة مباشرة، وكاتب رقم القراءات على عنوان الحلقة. يا رب كده يا جميع الأبراج إن شاء الله تكون باب وأمان. السلام عليكم.